تأثير السوشيال ميديا، تأثير الفيديوهات القصيرة اللي بيعملها البلوجرز أقوى من تأثير الأفلام. بقى في عالم جديد، تفهمني؟ بقى في شيء مختلف عن الشيء التقليدي الكلاسيكي اللي احنا اتربينا عليه واشتغلنا فيه. ازيكم؟ انا اسمي وائل حمدي، بشتغل سيناريست، والبودكاست ده عشان ادردش مع اصدقائي وزملائي اللي بيشتغلوا نفس الشغلانه، نشوف الشغلانه دي معناها ايه، بنواجه ايه، بنتعب من ايه، ندردش في احوالنا. ومعايا النهارده الصديق والزميل والشريك والعشره السيناريست محمد رجاء. ازيك؟ تمام، الحمد لله. الحمد لله. السيناريست محمد رجاء ده التايتل المفضل ولا تفضل الكاتب او المؤلف او اي تايتل تاني؟ يعني هو انا بالنسبة لي المؤلف افضل من السيناريست ومن الكاتب. يعني بحس ان السيناريست ده احنا لو بنتكلم عن الوظائف، يعني عن مش عن الاسم. تفهمني؟ يعني بنتكلم عن الوظائف. فانا بفضل المؤلف. ما اعرفش، هي حاجه كلاسيكيه شويه، تفهمني؟ يعني المؤلف حاجه مش متخصصه قوي زي السيناريست، ومش عامه قوي زي الكاتب. يعني بحس ان الناس تفهمها بسرعه. تأليف ف تو ذا بوينت كده على طول. السيناريست تحس ان محتاجه شرح، محتاج تشرح عشان هتشرح يعني السيناريست. والمؤلف والكاتب بحس انها حاجه جاي من فعل يكتب، انت فاهمني؟ فيعني كاتب الجلسه اللي هو كاتب صحفي، كاتب روائي، كاتب بيكتب اي حاجه، انت فاهمني؟ وبحس ان فيها كده نوع من التضخيم للشخص. كمان إن كاتب كلمة كاتب كلمة كده تحس انه انا ما بحب، يعني ما بتضايقني، انت فاهمني؟ يعني ما يعني نفسيا كده يعني بحس انها كبيرة شوية، انت فاهمني؟ يعني لانه يعني جاي من فعل الكتابة. والمؤلف بحس انها اقرب شوية للشغلانة بتاعتنا، لانه انت بتألف، يعني بتشكل، يعني بتخلق، يعني بتعمل، انت مؤلف، انت فاهمني؟ بس احيانا انا برضو يعني اللي هو فكرة ايه، انا مش فاهم. انت بتسألني انه انت بتحب يتنادى عليك ايه، ولا ايه التعريف الشغلانة ايه بايه؟ لانه يعني يمكن وده سبب من الاسباب اللي خلتني افكر في البودكاست ده، انه كتابة السيناريو مش بالضرورة يكون اللي بيعملها هو صاحب القصة مثلا، ومش بالضرورة حتى يكون هو اللي كتب الحوار مثلا. يعني في احيانا ممكن نعمل سيناريو بس وفي حد يكتب الحوار، والسيناريو ده ممكن يبقى متاخد من رواية كاتبها حد تاني، او حتى قصة قايلها مؤلف تاني، او كاتب لها المعالجة مؤلف تاني كده. فبحس ان السيناريو لوحده شغلانة بالظبط، وشغلانة ممكن تكون محدودة اكتر من التأليف، تأليف شامل اكتر، بس هي شغلانة لوحدها ومحتاجة شرح لوحدها. بالظبط، زي ما انت بتقول كده. يعني انا كاتب في بطاقتي سيناريست. يعني لما جيت اغير البطاقة، يعني بعد طول انتظار، لما دخلت النقابة بعد بداية شغلي ب15 سنة بالظبط وبقى معايا يعني مستند رسمي ان انا بشتغل الشغلانة دي. فكتبت فيها، كان قدامي اكتب مثلا مؤلف، فقلت لا، انا هكتب سيناريست انا عشان بكتب سيناريست برضه على فكرة. دي الشغلانة بتاعتي. اوكي. فبس في الحقيقة كل ما اقف في لجنة مثلا او وانا بجدد اي اوراق رسمية او بتاع، او في البنك او كده، لازم الموظف او الضابط يقول لي سيناريست. يعني تعمل ايه بقى؟ اللي هو فحسيت انه عشان كده حابب انه نعرف هو السيناريست ده بيعمل ايه. اوكي. وده اللي يودينا بقى للسؤال الاهم، هو ايه السيناريو؟ السيناريو
بس ارجع تاني إمم. للحته الاولانيه، انه هو المؤلف زي ما انت قلت كده اللي هو اعم شويه. يعني المؤلف تشمل قصه وسيناريو وحوار. هو إمم. مؤلف، هو صانع، هو اللي الف، هو اللي شكل ده. انت فاهمني؟ السيناريو جزء من التاليف. الكاتب اكبر من الاثنين. انت فاهمني؟ يعني الكاتب ده من فعل يكتب. انت فاهمني؟ انا دايما بحاول ارجع الكلمه لاصلها. انت أيوه. فاهمني؟ فكاتب دي ممكن تبقى كاتب صحفي، كاتب غنائي، كاتب روائي، كاتب نقد. انت فاهمني؟ إمم. يعني لكن المؤلف برتاح لها اكتر. انت فاهمني؟ أيوه، برتاح أيوه. فيها اكتر يعني. بس لما باجي مثلا اشتغل على حاجه انا عامل فيها السيناريو إمم. والحوار، إمم. فبيبقى اسمي على التايتل سيناريو وحوار. أيوه، أيوه. فانا دايما مش تأليف. بفرق أيوه. بين انه انا يعني لو عملت الحاجه from A to Z كده بتاعتي. انت إمم. فاهمني؟ قصه وسيناريو الحوار، فما بحبش يكتب قصه وسيناريو حوار، بحب يكتب تأليف. انت تأليف. فاهمني؟ لكن لو اروح اعمل السيناريو بس هيبقى سيناريو. انت أيوه. فاهم؟ كتبت الحوار بس هيبقى حوار. أيوه. فهي التأليف تشمل الحاجات دي. ايه هو السيناريو بقى؟ السؤال التاني. السيناريو هو انت ازاي بتعرف تحكي حدوته، ازاي تعرف تحكي حكايه، ازاي تعرف تسوق اللي بيسمعك إمم. لمشاعر ومعاني و... و... وافكار. ممكن الحدوته دي تحملها، وممكن تحكي نفس الحدوته ب50 طريقه بطرق مختلفه جدا. اهم. كل طريقه ليها سيناريو مختلف عن التاني. بمعنى انه ازاي بترتب الحدث، ازاي بتخبي معلومه وبتجاوب عليها قدام، إمم. ازاي بترتب افكارك، ازاي إزاي بتشوف الحاجات من وجهة نظر الشخصية دي والّا من وجهة نظر الشخصية بالضبط. دي؟ إزاي بتبدأ، إمم. إزاي بتطوّر، إزاي البُنى. أنت إمم. بتعمل السيناريو يعني بشكل مختصر هو البُنى. إمم. يعني بشكل متخصص شوية، اللي هو إمم. فكرة إنه 1، 2، 3، 4. إيه هو 1 و2 وإيه 3 و4؟ ده السيناريو. إمم. يعني أنا ممكن أبدأ من 4 مش من 1. أنا اهم. ممكن يعني يكون في قبل 1. أنت إمم. فاهمني؟ إمم. ممكن أبدأ من الآخر للأول. ممكن يبقى أنت في منه عارف؟ نُص، ممكن يبقى بالضبط. كده. فهو فكرة إن أنت إزاي أنت طريقتك الخاصة في إنك بتحكي الحكاية دي إزاي. أنت اهم. فاهمني؟ وأنت مشحون بإيه وأنت بتقولها عشان تكتبها. دي حاجة ما لهاش علاقة بالحوار يعني ما لهاش علاقة بالحوار، اهم. هي ليها علاقة بالبُنى. اهم. يعني فكرة إنه أنا إزاي هاسوق اللي قدّامي عشان يشوف الحدوتة زي ما أنا شايفها. أيوه. يعني في حدوتة، في أنا عايز حدوتة أعرضها بالضبط. لك عشان أوصّل معنى معيّن، بالضبط. فأنا ممكن أعرضها بطريقة غير اللي أنت هتعرضها بيها، غير حد بالضبط. تالت وهكذا. بالضبط. يعني لو عندنا حدث تاريخي مثلًا وعندنا 10 أشخاص بيشوفوا الحدث التاريخي ده، اهم. فكل شخص بيحكيها من وجهة نظره، فكل شخص من ده كتب سيناريو صح. للحدث ده. أنت فاهمني؟ كل واحد بدأ من حتّة معيّنة غير التاني، كل واحد بالضبط. وصل لنقطة معيّنة غير التاني بالضبط. وهكذا. كسيناريو أنت بقى كسيناريست محترف، إمم. هو بقى فكرة إنه أنت إزاي تخلّي الحدوتة بتاعتك دي مسلية بقى. يعني ده بقى اللي يفرق حد عن التاني بيحكي الحدوتة. يعني إمم. إزاي أنت أصلًا بيبقى عندك القدرة إن أنت تخلّي اللي قدّامك مشدود للي أنت بتحكيه، مهما كان إيه هو. أنت فاهمني؟ ممكن حد يحكي لي عن حدث تاريخي أفصل منه قبل ما يبدأ. أنت فاهمني؟ أيوه. فمش يعني السيناريست بقى هو اللي عنده القدرة إن هو يحكي لك القصة دي وهو شادد انتباهك، اهم. فبيحكيها لك بطريقة مسلية مهما بقى كانت الطريقة دي شكلها عامل إزاي يعني. اهم. ممكن يحكيها لك بطريقة كوميدي، ممكن يحكيها لك بطريقة مهما كانت أيوه. الجونرا أيوه. ومهما كانت طريقته. يعني اهم. أنت فاهم؟ ممكن يكون صدامي فيبدأ من نقطة سخنة جدًا، ممكن يبقى عايز يمهد لك لحد ما يوصل للبيك بتاع القصة. فاللي هو يعني كل واحد حسب طريقته. بس السيناريست المحترف من وجهة نظري هو اللي بيخلّي الحدوتة بتاعته، طريقته في البُنى وطريقته في الحدوتة مسلية أيوه. ومثيرة للأسئلة إمم. اللي المستمع عايز يعرفها، وأنت اللي بتتحكم. إمم. هتجاوب له عليها دلوقتي والّا هتراوغه والّا مش هتجاوبه خالص، والّا هتدّي له إجابة غلط والّا وبعدين هتدّي له يعني اللي يكتشف هو على وهكذا. حسب ما أنت
عشان كده بقول لك انت اللي بتسوق، يعني انت اللي بتسوق القصه بتاعتك اللي بتحكيها للمستمع بتاعك. اعتقد هو ده السيناريو من وجهه نظري بشكل ما يعني. انا بحس دايما انه لو سالت يعني 20 سيناريست ايه هو السيناريو، ممكن يبقى فيه 20 اجابه مختلفه. بالظبط، ما هو ده برضو السيناريو. يعني بالظبط. طيب انت امتى حسيت ان انت دي شغلتك؟ يعني انا فاكر احنا يمكن اتقابلنا اول مره من حوالي 20 سنه بالظبط كده. واتقابلنا في صحافه. كنت بتكتب ريفيوهات عن الافلام. كنت خلصت كليه وقتها. كنت خلصت كليه. كنت لسه انا عملت البروجكت بتاع التخرج بتاعي مجله سينمائيه، مجله عن السينما. فكان في صحفي صديق عندنا مشترك هو اللي شايف المجله السينمائيه، فقال لي ان احنا بنبدا نعمل مشروع جود نيوز سينما. فرحت جود نيوز سينما فشفتك اول اللي هو يعني مدير التحرير الاستاذ الحمدي. فاللي هو يعني كان اول لقاء. يعني انت في الوقت ده كنت بتفكر في ان انت تبقى سيناريست او مؤلف؟ لا، في الوقت ده كان لسه ده مش لا. انا كنت عايز ابقى مخرج. يعني انا كنت بفكر في البدايه خالص، حلم 3/4 السيناريستات ان انا عايز ابقى مخرج. تمام. وما كنتش عارف الطريقه ايه. وانا يعني عندي كمان، يعني انا مع الوقت اكتشفت ان انا ما ينفعش ابقى مخرج، انت فاهمني. بس يعني ده ممكن نتكلم فيها بعدين. هنعرف كمان. بس اللي هو يعني ايه، كنت حابب ان انا يعني ايه اعمل اللي بشوفه. يعني انا في حاجات افلام بحب اتفرج عليها ومسلسلات بحب اتفرج عليها. فوازير طبعا بحب اتفرج عليها. انا كان نفسي ابقى فعلا عبد الحميد اصلا في وقت من الاوقات كده. هو مخرج، مش اي مخرج، عايز ابقى مخرج فوازير. انت فاهمني يعني ليه اصلا اتلغت اللي هم شالوها. انا اصلا يعني اتخرجت من الكليه لغوا ما كانش فيه فوازير اللي هو يعني انت فيعني انت حاولت فتره ترجع مجد الفوازير. حاولت لان الفوازير حاجه كده اللي هو ميكس كده من الدراما على الميوزيكال. وانا يعني انا اول ما فكرت اكتب كنت بفكر اكتب ميوزيكال اصلا. انت فاهمني. فاللي هو يعني ميكس كده من حاجات كتير، على قصص ألف ليلة وليلة، على يعني كانك بتعمل نص ساعه كده فيها كل حاجه. يعني فيها كل الانواع. وكان في طموح، يعني كان في وحاجه مصريه جدا. يعني هو جونرا مصريه، مش فورمات ما فيش شبهه ما في يعني احنا اللي عملناها. يعني فكنت عايز ابقى مخرج. بس دخلت كليه اعلام وانا فاكر ان انا هدرس اخراج في كليه اعلام. اكتشفت ان انا بدرس حاجات تانية خالص. ما كانش في حد يقول لي ان انت في اعلام كنت تخصص صحافه، مش كنت تخصص صحافه. كنت تخصص صحافه يعني مجموع، يعني اللي هو الحاجه اللي تخليني التقدير اللي يخليني اخش اذاعه وتلفزيون وقتها التنسيق الداخلي ما كانش موديني اذاعه وتلفزيون. فدخلت الصحافه. وانا اصلا كنت يعني ايه، الجامعه بالنسبه لي هم كانوا 4 سنين غريبه جدا. يعني كنت اصلا ما بحضرش ولا مهتم بكل المواد اللي انا بدرسها. كنت بطلع المكتبه يوميا. يعني كنت بروح الجامعه، اطلع المكتبه، اخش على الجزء بتاع السينما. انت فاهمني اللي هو فتقريبا كل الاصدارات السينمائيه اللي ظهرت، العربيه والاجنبيه اللي ظهرت اللي كانت في المكتبه تقريبا قريتها في الفتره دي. يعني وبدات اكتب نقد وانا في الجامعه. يعني وبدات انشر في مجلات زي ادب ونقد ومجله سينما نشرت كذا حاجه وانا في الجامعه يعني عن افلام. انا فاكر اول ريفيو في السينما في جود نيوز سينما انت كتبته كان ملاك اسكندريه. كان فيلم ملاك اسكندريه. انا مش فاكر. انا فاكر كويس. انا فاكر كويس. اوكي. انا مش فاكر دي. فاللي هو يعني ايه، كنت عاوز يعني اخش الزون ده من اي باب. انت فاهمني. واكتشفت انه الباب اللي متاح عندي دلوقتي والباب الصح في الحقيقه هو القرايه. يعني ان انا اقرا كتير، ان انا اعرف كتير. يعني ان انا يعني مثلا في افلام كتير كنت بتفرج عليها كمتفرج وانا لسه 15 سنه واقل وبتاع. لكن لما بدات افتح الكتب واشوف ناقد بيكتب عن الافلام دي، فبدات ايه ده، اشوفها بطريقه مختلفه واروح اجيب الفيلم تاني. فكاني انا كنت دخلت المعهد السينما من نفسي، اللي هو ما دخلتهوش بشكل مباشر. بس كنت مكمل دراستي في الكليه. عشان كده حتى لما
جه البروجكت بتاع التخرج قررت ان انا اعمل مجله سينما. تقريبا انا الوحيد اللي كنت متحمس ليها. يعني انت فاهمني، انا الوحيد اللي كنت متحمس لمجله السينما في زملائي يعني. بس ودخلت جود نيوز في الوقت ده. كنت بدأت يعني، عارف انت ما بتيجي تقعد تقرا لناس كتير وتتفرج على افلام كتير، في كده حد بيروح اللي هو يعني منور كده عندك، فاللي هو انا يعني هركز مع ده. فكان استاذ داود عبد السيد، كانت سينما داود عبد السيد وافلام داود عبد السيد والمقالات اللي كتبت عن داود عبد السيد. وكان اول دراسه اكتبها وتنزل في وانا في الجامعه كانت دراسه عن مجموعه افلام داود عبد السيد لحد موت المخ الحرامي، لان هو كان اتعمل سنه 2001 اعتقد، واحنا كنا سنه 2003. فكنت كتبت ده ونشرتها في مجله ادب ونقد، وبدات اول علاقه بيني وبين استاذ داود بسبب المقالة دي. يعني هو قراها وأعجب بيها جدا، وبدأت أتردد بقى عليه ونبقى أصحاب ونروح ونيجي مع بعض وبتاع. فقعدت تقريبا حوالي بعد بقى ما خلصت الجامعة، يعني ده كان في الجامعة. بعد ما خلصت الجامعة وبدأت أشتغل في جود نيوز، وعملت كذا مقال عن داود غير المقالة الأولانية في مجلة جود نيوز وبره مجلة جود نيوز، في روزا اليوسف وفي مجلة سينما، وعملت كذا مقال عن أستاذ داود. فأستاذ داود كان عنده تكريم في المهرجان القومي للسينما، فاختارني انا علشان اعمل له كتاب التكريم بتاعه في المهرجان القومي للسينما. دي كانت حاجه عجيبه جدا لاستاذ داود. جيل تاني واصدقائه كلهم، استاذ علي ابو شادي واستاذ كمال رمزي وبتاع واستاذ سمير فريد، فاختارني انا علشان اعمل له الكتاب. فبعد ما عملت له الكتاب، انا بحكي الحكايه دي كلها عشان اقول لك امتى اول مره فكرت اكون او اكتب سيناريو. بعد ما كتبت الكتاب ده، كنت عند استاذ داود، فقال لي في جورنال بيفتح ماسكاه استاذه كريمه كمال زوجته يعني، فهي بترشحك تمسك الصفحه الفنيه في الجورنال. فقلت له واحنا قاعدين كده اللي هو لا، مش عايز امسك صفحه فنيه، انا عايز اكتب معاك فيلم. وانا في كل اللي في دماغي ان انا مش عايز اكتب فيلم، انا عايز لما اكتب الفيلم ابقى موجود في اللوكيشن، ابقى بساعد استاذ داود، ابقى معاه يعني اللي هو بالظبط. فاللي هو فقال لي تمام، انا عندي فكره، سطر كده خده وشوف هتعمل فيه ايه. مش انت بتتفرج على افلام وبتقرا عن الافلام، خد السطر ده وشوف هنعمل فيه لوج لاين. وبعدين قال لي ومش هديك اللوج لاين بس، هننزل مع بعض اللوكيشن اللي انا هصور فيه. يعني هو كان مختار اللوكيشن. الكلام ده كان سنة 2007 اعتقد. فنزلنا مع بعض شارع كده في شبرا، قال لي انا هصور هنا. وقعدنا نلف في الشارع ويوصف لي ده كان بيت جدته تقريبا، فقال لي ده البيت يعني، وتاريخ المنطقة دي شكلها عامل ازاي، والمحلات والبيوت كانت مختلفة في أعمارها. يعني في بيوت من الأربعينات، وفي بيوت من الستينات، وفي بيوت قديمة اتهدت واتبنت العماير الجديدة. فكان في خليط كده في المكان، وكان مكان فيه كنايس وفي جوامع وفي حاجات، يعني كان مكان فيه زخم كده يعني. فأنا قعدت تقريبا 3 شهور بعد ما وداني المكان ده. يوميا انا كنت ساكن في حدائق القبه، والمكان ده في شبرا. كنت انزل كل يوم انزل الصبح كده، اقعد الف في المكان، اشوف الناس، اشوف المكان، اشربه اكتر كده. وفي نفس الوقت بتجيلي افكار فبكتبها يعني. بكتبها برجع اكتبها يعني. فبعد شويه كده كتبت حوالي مطلع الفيلم، كتبت 15 مشهد، فكره 15 مشهد، تتابع 15 مشهد. ورحت قلت له عايز اقراه لك. قال لي لا، ما تقوليش اي حاجه، لانه انا عايز اشوف الحاجه كامله. هو كان بيصعبها عليا. ايوه هو استاذ داود كان بيصعبها عليا. فاللي هو يعني هو كانش عايز يريحني، يقول لي عشان افكر معاك. انا محتاج، انا عايز اعدي يعني انا عايز اقفز على فكره الكتابه عشان نبدا في فكره الاخراج. انت فاهمني؟ فقال لي انت ال 15 مشهد دول كمالتهم في دماغك، انا ما اقدرش احكم لك عليهم، انا لازم اشوف حاجه كامله كلها على بعض. فتقريبا قعدت حوالي 4 شهور. بعد الشهور دي، ده اللي هو بحبك يا مريم، ده اللي هو بحبك يا مريم، اللي سميته البعثة بعد كده. وكان عندي
يعني ما اعرفش، يعني في حاجه كده كمان اللي هو ايه، بحبك يا مريم كان وقتها، يعني ما اعرفش دي حاجه ممكن تبقى قول يعني انت عارف يعني الحاجه انت قول يا عارفها على راجل. فكره. كان انا عندي كنت طول الوقت عايز اشتغل مع شريهان، انت فاهمني، عايز اشتغل مع شريهان في أيوة. حاجه تمام. فسنه 2007 اخر 2007 كان اول ظهور لشريهان بعد بعد غياب. سنين من الغياب. كانت صوره في العزا كده، أيوة. كان ليها صوره في عزا كده. فانا وانا في الشارع مع داوود شفت شريهان داخله من اول الشارع باللبس اللي كانت لابساه في العزا تمام. فاللي هو بص، انا في حاله كده حصلت لي في الاربع شهور دول، اللي هو خلاص قفلت على نفسي الباب وقعدت بكتب التتابع بتاع الفيلم. وانا بكتب التتابع بتاع الفيلم وفي دماغي بقى ان انا يعني العالم بتاع داوود، وفي دماغي مريم اللي هي شريهان، وانا قاعد بكتب. فلقيت نفسي في خلال 4 شهور كتبت التتابع وفي بعض المشاهد. مشاهد، انت كنت بتكتب مشاهد لأ، يعني. لأ، انا هاقول لك، فاكر أنا في هاقول لك. اوقات كنت لا، 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 لا. تجيب لي مشهد على لا، بعض. لا، لا، أنا هاقول لك اللي حصل. أنا كتبت التتابع، يعني ال15 مشهد دول حاولت أكمّلهم للآخر. كانوا تقريبًا كنت تقريبًا عامل 130 نقطة، يعني 130 مشهد تمام. وكنت في بعض المشاهد بالاقي نفسي باكتب الحوار بتاع المشهد. فأنا كتبت التتابع وكتبت حوار تقريبًا 100 مشهد من 130، ورُحت قايل لأستاذ داوود على التليفون: أنا خلّصت الحاجة وعايزك تقراها. قال لي: خلّصت إيه؟ قُلت له: خلّصت النُقط. بُص بقى، خلصت بجد. أنا خلّصت النُقط وخلّصت حوار بعض المشاهد. قال لي: طب ما أنت كده كتبت السيناريو. أنا أصلًا كتبت السيناريو ومش عارف إن ده السيناريو. أنت فاهمني؟ يعني أنا already خلّصت السيناريو وأنا مش عارف إن اللي أنا كتبته ده هو السيناريو، أنت فاهمني؟ فلمّا هو راح قراه، لمّا بعتّه لأستاذ داوود قال لي: ده سيناريو، أنت كده كتبت السيناريو. بس انت في الوقت ده كنت اوريدي بدات تكتب حاجات تانية كسيناريوهات بس. لأ، اللي هو يعني مثلا مش كنت دخلت في سيت كومز ولا وقتها ما كنتش لأ، لسه؟ كان في تجربة واحدة وعالم سمسم. عالم سمسم بس عالم سمسم قول سيجمنتس فما ما آه. يبانش فيها قوي فكره وكنت أنا مهتم بالأغاني أكتر، او يعني خوخه كنت او أنا كده. باكتب أغاني أكتر ما باكتبش اللي هو يعني ما باكتبش دراما. ايوه فاللي هو يعني إيه، يعني لأ، أول حاجة كتبتها فعلًا كتبتها سيناريو كاملة بجد. و والأستاذ داوود، وهو حتى لمّا قراها قال لي: رجاء، قال لي أنا فاكر جدًا يعني، قال لي: "أنا مدّيك الفكرة وعشان تتلهي عني." يعني اللي هو أنا مدّيك الفكرة وعارف إنّك مش هتعمل فيها حاجة، أنت كاتب سيناريو كويس جدًا. يعني اللي هو ده ايوه. بناءً على كلام أستاذ داوود، أنت كاتب سيناريو وبعدين قال لي بقى يعني إيه، في نفس القعدة، قال لي: "أنت صعبان عليّا يا ابني." أنت فاهمني، اللي هو أنا شايف السيناريو ده لو اتنفّذ في 100 إيد هتتمد فيه عشان تبوّظه. يعني دي كانت أول، يعني كان اللي هو إيه، يعني كانت قاعدة فيها كنت مبسوط جدًا إن أنا عملت حاجة، ومحبط. وخارج وأنا مش مُحبط، بس اللي هو يعني لأ طبعًا اللي هو إيه، أنت بتبالغ يا أستاذ داوود. أنت اه أكيد يعني ما أنت مش بتقول كده للدرجه بس دي. علشان يعني ما ايوه. فحسيت إنه بس ودي كانت أول مرّة أعمل كده، أكتب سيناريو و يبقى أنا كده ممكن أكون باكتب سيناريو. امم يعني دي كده اللي أنا مش ناقد، أنا مش صحفي، أنا باكتب سيناريو. بس ده عشان احساسك انت بالاشباع لما عملت ده. لمّا عملت ده لان انت قبلها لما كنت بتكتب يعني نقد او بتشتغل صحافه فنيه او كده، انت كنت بتعرف تعمل ده كويس وكنت مميز فيه وبتكتب مقالات بس حلوه. أول مرّة أكتب بس حاجة كاملة اه كالسيناريو. لأ، أنا باتكلم دلوقتي على السيناريو، اه أنا مش باتكلم على الصحافة. اه تمام، أنا كنت باحب النقد جدًا لإني كنت باحب القراية، فاللي هو مم. الحاجة اللي أنت بتستقبلها بتبقى عايز تنتجها، أنت مم. فاهمني؟ مم. أنا مثلًا ما افتكرش إن أنا في الوقت ده كنت قريت سيناريو، ما كنتش قريت سيناريو تقريبًا. مم. أول سيناريو غير مثلًا السيناريوهين، يعني كان عندي سيناريوهين بس كده وقعوا في طريقي. مم. ولا وأنا حتى شغل استاذ داوود. ولا شغل أستاذ داوود. اه أستاذ داوود ما كانش بيحب ما إنه ادالكش ما ما ادانيش بينشرش السيناريو، لأ. السيناريوهات. لأ، هو أنا كنت قريت سيناريوهين وأنا لسه في الجامعة. مم. ما أعرفش كان في حد جابهم لي يعني. كان سيناريو فيلم إسكندرية كمان وكمان، اللي هو اللي اصلا هو يعني أصلًا عمرك ما هتتعلم حاجة تكتب. اللي هو حاجة يعني دايمًا كنت أروح فاتح الفيلم وجايب السيناريو. فاللي هو فين اللي أنا قريته ايوه. من اللي أنا شُفته، حاجة كده، أنت فاهمني؟ وفيلم يا دنيا غرامي.
يعني دول كانوا الفيلمين اللي انا قريتهم كورق. وبعدين لما كتبت بحبك يا مريم، استاذ هود اداني السيناريوهات ليه بعد ما كتبت الفيلم. يعني بعد ما كتبت الفيلم كان قريت فيلم اسمه رسائل حب، ده ما تنفذش، وقريت مواطن مغرب وحرامي، وقريت رسائل البحر. يعني قريت الثلاث السيناريو دول قبل ما يتنفذ. وبعدين الفيلم التاني يعني برضو انا ما خدتش وقت، يعني كان الفيلم الاولاني فيه مشكله، انا بقى كنت عايز اوصل بالسكريبت لشريهان. فكان في رحله في تارجت جديد كان في رحله تانية ان انا عايز اوصل بقى بالفيلم ده لشريهان. تمام. شريهان مش ظاهره ما بتمثلش، معتزله بقى لها فتره، مش معتزله اللي هو يعني مش مقررنا هترجع، واوريدي يعني كان عندها مشاكل في يعني في فكره انها ترجع في الفتره دي يعني. ف كتبت في مجله جود نيوز سينما. كنت كل ما بكتب دراسه في جود نيوز سينما عن فنان، يعني كان الاقيه بيكلمني. يعني نبيل عبيد مره كلمتني، ونور الشريف كلمني، وانت فاهمني. فقلت بس انا هلعب اللعبه دي مع شريهان، انا هعمل فايل عن شريهان، وهكتبه بمنتهى الحب وبمنتهى الاخلاص، وهكتبه عشان شريهان يعني ممكن تكلمه فقول لها ان انا ايه خدي اقري الفيلم ده. انت فاهمني. فاللي هو حويط برضه. فرحت يعني ايه حويط، وفي نفس الوقت يعني انا وانت نفسي مستمتع كده بالكتابه عنها يعني. فاللي هو انا عايز اقول لك ان انا قعدت اكتب الفايل بتاع شريهان في 6 شهور. يعني انا كتبت الفيلم في وقت اقل من الوقت بتاع الفايل. فكتبت عن شريهان، وشريهان ما كلمتنيش. انت فاهمني. يعني مدير اعمالها هو اللي كلمني وقال لي ما شريهان تعبانه دلوقتي ومش هتقدر تقرا حاجه ممكن تضايقها. فاخدت خطوه ورحت بحكي للاستاذ داوود عن القصه دي، فقال لي على فكره رجاء اللي انت بتحكيه ده قصه فيلم. فده كان الفيلم التاني شوكليت كيك اللي هو كان اسمه هوت شوكليت، وغيرته بعد كده. فاللي هو يعني ده كانت فكرة الفيلم التاني. فبدأت أكتب الفيلم التاني، وكان فيلم ميوزيكال، وقعدت أكتبه. الصحفي اللي متعلق فلقيت نفسي بكتب الفيلم التاني، وشلت بقى الصحافة من دماغي، وبدأت في الوقت ده اشتغل في السيت كوم. بدأنا نشتغل في السيت كوم مع بعض. فخلاص أنا من وقتها خلاص أنا سيناريست 100%. أنا برغي كتير جدا. لا خالص. يعني اللي انت بتقوله ده بالعكس. مفيش يعني. ايوه. فهي دي اللحظه اللي عرفت انا عايز اديك فرصه عشان تسال. انت فاهمني يعني. فهي من سنه 2009 تقريبا. وفي نفس الوقت بقى اللي انا كنت بكتب فيه الفيلم التاني الميوزيكال، كنت باخد جايزه اولى في مهرجان اسكندريه، جايزه عبد الحي اديب، عن فيلم بحبك يا مريم. كان اسمه البعثة، اللي هو كسيناريو مكتوب اسمه البعثة. يعني لقيت نفسي في تقريبا 150 سيناريو، بيختاروا منهم 20 سيناريو، وانا اول سيناريو انت فاهمني فيهم. كان استاذ رفيق الصبان هو اللجنة. فاللي هو يعني وانا بكتب الفيلم التاني لقيت نفسي باخد جايزة على الفيلم الاولاني، جايزة سيناريو على الفيلم الاولاني. واستاذ داوود وهو يعني هو اللي بيعلمني السيناريو. انت فاهمني. فخلاص انا من الوقت ده قررت ان انا هبقى سيناريست بس. واستبعدت تماما فكرة الاخراج، ولا قلت بقى طب نشوف الاول الحتة دي اخرها ايه؟ يعني قلت هو المخرج بيعمل ايه؟ هو المخرج بيبوظ شو؟ لا يعني لا انا قلت يعني ايه، انا حسيت وانا بكتب السيناريو ان انا بعمل الحاجه. يعني وانا بكتب السيناريو حسيت ان انا بخرجه. يعني انا يمكن بخرجه في دماغي. انت فاهمني. وانا يعني يمكن انا كمان مزعج لبعض المخرجين، لان انا بعمل مور ديتيلز في الكتابه. فكانه يعني في مخرجين بيتقبلوها وبيحبوها اصلا لانها بتنور لهم حاجه، وفي مخرجين تانيين اشتغلت معاهم ما بيحبوهاش. يعني ما بيحبوش انه تشرح لي بالزياده، لانه لما انت تشرح لي بالزياده والكلام ده يروح للممثل، فالممثل هيشوف الفيلم زي ما انت كاتبه، طب انا هعمل ايه؟ انت فاهمني. يعني فيما معناه يعني انت فاهمني. فحسيت بشكل ما كده كانه انا بخرج الفيلم اللي بكتبه. مع انك انت مش بتكتب. يعني ما انا شفت حاجات انت كاتبها، انت مش بتكتب للمخرج مثلا اقطع هنا واعمل لي هنا كلوز. انت مش بتعمل ده، انت بس بتوصف مشاعر الشخصيه بالظبط. وانا بحس انه ده يعني ده دورنا بس ساعات بيكون مثلا عندي برضو ايه المشهد ده لازم يبدا من زاويه معينه. اللي مش بشكل مفصل، بس اللي هو فكره انه
في لحظة معينة لازم يكون عليها كلوز في حتة معينة، انت فاهمني، لازم اشوف تفصيلة معينة علشان خاطر، فده احيانا بيكون مزعج شوية. انا بعملها باحساسي يعني، مش ان انا ببقى مثلا، وممكن ما تتعملش فتمام، بس يعني بس انا خلاص انا انت بتخلص ضميرك وبتقول انا شايف المشهد ده كده، انها بالشكل ده معمولة كده يعني. فهو من الوقت ده حسيت انه انا يعني السيناريو اشبعني شوية. طبعا كنت انا عاوز بقى الحاجات تتعمل، يعني اللي هو فكرة اللي انا كتبته كان هدفي وقتها مش ان انا ابقى مخرج بقى، كان هدفي ان انا اللي انا كاتبه واللي بلاقي عليه تقدير من الناس وناس مهمة وناس كبيرة وبتاع، طيب ما بيتنفذش ليه؟ دي بقى كان السؤال، مش فكرة ان انا عايز ابقى مخرج، فكرة ان انا اللي بكتبه ده ما بيتنفذش ليه؟ انت فاهمني؟ يعني اللي بكتبه بيتقدر والناس بتحبه ما بيتنفذش ليه؟ فتقريبا نسيت الموضوع بتاع الاخراج، وبعدين لما بدأ يتنفذ وبدأت انا اشتغل في حاجات تانية وبدأت اشوف النتيجة، وبدأت اشوف معاناة المخرج اصلا في مع الانتاج ومع الناس، وبدأت اخش اللوكيشن. يعني يا ريتني كنت دخلت اللوكيشن من الاول عشان اعرف ان ده مش مكاني. يعني انا ما بحبش اللوكيشن اصلا، انت فاهمني، ما بحبش انا ما بحبش الدوشة. يعني انا بحب اقفل على نفسي واعيش مع نفسي. دي حاجه عكس الاخراج تماما يعني. طبعا. فحسيت انه مع الوقت لما الحاجات بدات تتنفذ ولما انا بدات انزل اللوكيشن ان انا ما بحبش اللوكيشن، انا بحب الاخراج. يعني بحب الاخراج بس ما بحبش عارف يعني تحبش الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تبقى مخرج. بحب طعم الفسيخ بس ما بحبش ريحته. بحب طعم الفسيخ بس ما بحبش ريحته، انت فاهم؟ اللي هو انا عايز النتيجه بس، انا عايز اخرج لكن مش عايز اخش في الزون ده يعني. ما لقيتش نفسي فيه يعني. بيبقى يعني هو بص يعني انا فاهمك قوي، لانه اللي انت بتقوله تقريبا هو ترتيب علاقتي بالشغلانه بالظبط. يعني انا في الاول مخرج، ده الحلم قبل ما ابدا اي حاجه. وبعدين طب انا هكتب عن الافلام، انا برضو مش خريج معهد ونفس القصه يعني. طب انا هكتب عن الافلام عشان اقرب من العالم، واخد بالك. وبعدين كتابتي عن الافلام ادت لان انا اكتب سيناريو، فتمام انا بقرب. وبعدين وصلت لانه انا بكتب سيناريو كويس، وفي نفس الوقت الاخراج ده الموضوع معقد جدا بالزبط. بالنسبه لي وبالنسبه يعني فكره ان انا ما بحبش اللوكيشن. انا برضو وانت عارف يعني اللي هو فكره ان انا اروح واقعد وبالساعات ويعني مش وملل بقى يعني. ودوشه وناس كتير وفكره انه انت يعني برضو اللي هو بتجزأ المشهد وبتجزأ المشاعر وما بتصورش بشكل مرتب، وفي يعني ليها دماغ تانية يعني. في دماغ تانية. انا يعني لو انا نفسي ابقى مخرج يعني لحد النهارده انا نفسي ابقى، بس لو لقوا لي طريقه تانية للاخراج يعني عارف انا عايز اخرج وانا قاعد في البيت. يعني مثلا لو مثلا في حد نائب ليا في اللوكيشن بيعمل الحاجه وانا قاعد يعني ما اعرفش، ممكن لو الاي اي تطور وخلانا احنا نعرف نعمل نخرج بشخصيات احنا خالقينها وكل حاجه، هتبقى حاجه عظيمه بالنسبه لي. هبقى انا مؤلف ساعتها، المخرجين هم اللي يبقوا مش عارفين بقى، هيبقوا عايزين نصوص بقى انت فاهمني. بس يعني انا بحس انه حل ده يعني على ارض الواقع او لحد ما الاي اي يعني يشد حيله، الدويتو اللي هو يبقى فيه مخرج او 2 أو 3 انت كسيناريست عارف ان هم فاهمينك ان شاء الله بنسبه 80%. هو يعني وده بيحصل يعني مع الوقت ومن كتر تعاملنا مع المخرجين، في ناس تحس ان هم بعاد عنك خالص، مش فاهمني. وبالتالي وده حقه يعني، اللي هو مش حقه، اقصد اقول ان هو عنده رؤيته اللي بعيده عن رؤيتي وما التقيناش، ولظروف العمل هو اللي اخرج يعني. فاحنا مش متقابلين مع افتراض الجوده، يعني مع افتراض ان هو مخرج جيد يعني. وفي مخرجين تانيين بيبقوا قريبين منك لدرجه انه بيبقى فاهم رجاء لما بيعمل المشهد ده بالطريقه دي انا عارف هطلع منه اللي ممكن يبقى شبه اللي رجاء عايزه ازاي، وفي نفس الوقت ده قريب مني فنيا. ف
يعني انا مريت بتجربه الدويتو ده مع 2 مثلا من المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم، وكنت سعيد بيها جدا، اللي هو بسببهم حسيت ان انا خلاص انا مش محتاج اجري ورا حلم الاخراج اكتر من كده، لانه بالظبط يعني فلان او فلان بيقدروا يعملوا اللي انا بحبه او شايفه. انت عملت دويتو، عملت دويتو كبير وعملت فيه كذا عمل يعني مع هاني خليفة. مع أستاذ هاني خليفة، وأستاذ هاني خليفة كمان يعني إيه أنا وهو خارجين من نفس المنطقة، يعني هو ساعد مع أستاذ داود وانا يعني اتعلمت من استاذ داود، فاوريدي انا وهاني في بينا نقط كتير قوي مشتركه في يعني احنا بينا اختلافات كتير، يعني احنا بنختلف كتير جدا فاهمني، وبنتخانق كتير وكل حاجه، بس احنا اقدر اقول لك يعني ايه عندنا كده خناقات فنيه طبعا، يعني خناقات فنيه بالظبط يعني، واختلاف وجهات النظر في تفاصيل وحاجات بسيطه يعني، بس احنا يعني ايه تقريبا ذوقنا واحد، هو الذوق ده مهم جدا، ذوقنا واحد و... و... وعندنا عارف اللي هو ايه يعني فكرة هو دايما يقول لي في حلال وحرام في الشغلانة، يعني في الحلال حلال والحرام حرام، ففي حاجات حرام، يعني في حاجات زي جمل حرام، بنى شخصية حرام، انت فاهمني، في حاجات حرام، في حاجات ما ينفعش تتعمل، انت فاهمني، حرام طبعا مش بالمعنى الديني يعني. فاهم يعني اللي هو يعني ايه في يعني مش عايز اقول صح وما يصحش، لان دي اقل شويه من حلال وحرام. حلال وحرام هو هاني بيروح الاكستريم شويه عشان اللي هو فكره عشان يخضك يعني في فكره حاجات يعني هنبقى رخاص قوي لو فكرنا بالطريقه دي، تفهمني، يعني ما ينفعش نفكر كده اصلا. هو هاني دايما عنده هاجس اللي هو لا دي من على وش القفص، لا دي يعني وبعدين انا علاقتي بهاني في الاول كانت علاقه بشعه، يعني في البدايه خالص، يعني انا مثلا انا فاكر اول مره قابلت هاني رحت له انا مخلص السكريبت التاني اللي هو بتاع الميوزيكال وانا كنت شفت له الفيلم بتاع سهر الليالي، وفاكر ان احساسي بالفيلم ان هو كان فيلم يميل الى الغنائيه، يعني هو كان فيلم اقرب شويه للعالم بتاع تامر حبيب شويه. الفيلم ده بطريقه الحوار بتاعه، بطريقه رسم الشخصيات، فكان عندي احساس كده ان هو ممكن على تكه صغيره ممكن يبقى فيلم غنائي، انا ممكن احول الفيلم ده بمنتهى السهوله لفيلم غنائي. انا كان عندي احساس كده وانا بتفرج عليه وانا في سنه ثالثه كليه يعني. فلما كتبت فيلم ميوزيكال في صدفة عجيبة جدًا حصلت، إن أنا يعني خلّصت الفيلم قبل ما أدّيه لأستاذ داوود أو ادّيته لأستاذ داوود عشان يقراه، أنت فاهمني، قابلت هاني وادّيت له الفيلم، وهاني كان أسرع في الرد، هاني سريع جدًا في الردود، يعني هاني سريع بيقرا بسرعه، فهاني رَد عليَّ قبل أستاذ داوود، فأنا فاكر كان إيه يعني تقريبًا كنا يوم 3 و4 أو يوم خميس وجمعة حاجة كده يعني، فيوم الخميس بالليل هاني كلمني، أنت فاهمني، هاني قاسي جدًا، يعني هاني قاسي جدًا في يعني مثلًا دي حاجة مثلًا إيه يعني هاني من كتر ما هو فنان أوي يعني، ومن كتر ما هو رأيه ده بيبقى طالع من قلبه جدًا يعني، فما بيكونش عنده يعني إيه ممكن يبقى يقولوا اللي هو يعني إيه، يعني أنا واحد لسه صغير وباكتب في الأول وجاي بادّيك حاجتي، فأنت ممكن تقول رأيك السلبي، أنت فاهمني، بطريقة ما تضايقنيش، أنت فاهمني، ممكن تقول ما عجبنيش، وممكن تقول ما عجبنيش، وممكن تقول لي ما عجبنيش ليه، وممكن تقول لي الفيلم وِحِش، أنت فاهمني، بس أنا اتخضيت أنت فاهمني، يعني اللي هو أنا إحنا بعد فيلم وِحِش يعني اللي هو أنا اتخضيت حقيقي من إنه ليه؟ يعني ليه وِحِش وما فيش حاجة كده بتحصل في الدنيا، وده أسوأ حاجة أنا قريتها ومش عارف إيه، يعني اللي هو ليه أنا يعني المهم إنه ليه تعمل فيّا كده؟ تاني يوم الصبح أنا نايم طبعًا وأنا حاسس إن أنا ضيّعت سَنة من عمري في الفيلم ده وعايز أقطّعه، يعني اللي هو فكرة إن أنا مش عايز أكتب تاني وإن أنا موهوم وإن أنا مش أنت فاهمني؟ فتاني يوم الصبح أستاذ داوود لقيته بيكلمني بيقول لي: "رجاء أنت أمتعتني."
انت فاهمني لو العكس تماما اللي هو الفيلم حلو جدا وانا مش متخيل، بس المشكله مين اللي هتعمل الفيلم، دي الممثله اللي هتعمل الفيلم ده، هي دي يعني المشكله الوحيده، هي دي المشكله، انت آه. فاهمني. بس الفيلم يعني كلام كله ايجابي وكلام كله، فانا وقتها من التجربه دي حسيت انه أنا لازم أكون واثق في اللي أنا باكتبه بشكل كامل، يعني اللي هو بصرف النظر عن أي رأي تاني، أنت فاهمني؟ أنا حابب اللي أنا باكتبه والّا مش حابه، أنا حابه، أيوه، أيوه. أنا حابه وحاسس بيه وكاتبه بقلبي أوي، حد بقى قال لي كويس، حد قال لي وِحِش، مش مشكلة، أنا حابب اللي أنا كاتبه، فأكيد هيبقى في ناس زي أستاذ داوود هيحبوه، أنت فاهمني؟ أو ناس زيي هيحسوا بيه، وفي ناس تانية هيبقى عندها يعني مش نوعها. لأن أنا اكتشفت بعد كده إنه طبعا مش نوع هاني أنا خالص اكتشفت يعني. بعد كده إن أنا كنت قاري أصلًا هاني غلط، لإنه بقى لمّا اشتغلت مع هاني بعد كده، هاني ما لوش أي علاقة لا بالmusical ولا بالحس الغنائي اللي كان في سهر ليالي، يعني هاني عنده اللي هو إزاي الحاجات تكون حقيقية أوي، وإزاي تكون شبه الناس اللي في الواقع، وإزاي الناس ما بتتكلم ودي برضه يعني كانت رحلة، أصل أنا برضه مع هاني كانت رحلة طويلة لحد ما وصلنا لده، يعني أنا أفتكر أنا وهاني عرفتوا بعض بالطريق الصعب يعني. يعني أنا صبور جدًا، يعني برج الثور وصبور جدًا، جدًا، يعني فوق ما يعني فوق ما تتخيل يعني. فممكن أقعد أستحمل حد بالسنين علشان نقدر نوصل مع بعض، لإن أنا عايز أشتغل معاه، لإن يعني أنا حابب أشتغل معاه ومقدّره جدًا وفاهم إن هو فنان أوي، وكان عندي إحساس كده من أول ما طلعت من فيلم سهر الليالي يعني. يعني أنا كان عندي أستاذ داوود، ما كانش في حد يعني قدر في الأفلام الجديدة يملاني كده زي أستاذ داوود غير الفيلم ده، فأنا خارج حتى كان معايا صديق ليّا كده وإحنا مع بعض في الفيلم، قُلت له: "أنا هاشتغل مع ده." هاشتغل مع ده إيه ما أعرفش، يعني أنا هاشتغل مع ده، هاعمل أفلام زي ده، هاشتغل مع ده، فهو كإنه الكلمة دي هي اللي خلّتني أستحمل كتير أوي، أنت فاهمني يعني، بس لحد ما وصلنا لحاجة يعني. ووصلتوا لحاجات في الحقيقة كتير حلوة جدًا، ممكن يعني أنت إحساسك بحلاوتها يبقى مختلف أو متفاوت، لإن أنت جوّه التجربة وجوّه المشاكل وحتى اختلافات وجهات النظر والكلام ده، لكن هي من برّه للمتفرج هي أغلبها إن ما كانش كلها تجارب فعلًا حلوة، يعني أنا بالنسبة لي مثلًا اللي عملتوه في الليلة واللي فيها، المسلسل ال6 حلقات على شاهد، أنا لحد دلوقتي باعتبر إن دول أحلى mini series original لشاهد مصري. قولًا واحدًا، أحلى حاجة مسلسل قصير مصري على شاهد هو الليلة واللي فيها. كتابةً وإخراجًا وكل حاجة، ما أعرفش اتخانقتوا فيه والّا لأ، بس هو بالنسبة لي أنا لمّا اتفرجت اللي هو اتخضيت من حلاوته. ويمكن كلمتك يمكن ده أكتر عمل ما اتخانقناش فيه. سبحان الله. يعني يمكن ده أكتر عمل ما اتخانقناش فيه، لإنه كان وده أكتر عمل في الحقيقة أنا باحبه، يعني ده أكتر عمل أنا لو جيت حطيت أعمالي كده جنب بعض، ده أكتر عمل أنا حاسس إن هو اتعمل بنسبة 85% من اللي كنت شايفه، أنت فاهمني؟ يعني أعلى كنتوا نسبة. واصلين فيه لأعلى درجة تفاهم. ده أعلى نسبة، لأ ده عمومًا في كل الأعمال، يعني ده أعلى عمل، ده أكتر عمل فيه أعلى نسبة تنفيذ من اللي أنا كنت متخيله وأنا باكتبه، أنت فاهمني؟ رغم إنه يعني شوف بقى يعني يعني رغم إنه هاني كان عنده إحساس عكس كده خالص، هو ما كانش حابه؟ يعني هاني لأ، هاني هو يعني بقى هاني قاسي جدًا في حكمه على نفسه كمان على فكرة، يعني هاني قال لي إن ده أسوأ حاجة أنا عملتها في حياتي، أنت فاهمني؟ فأنا اتخضيت قبل ما المسلسل يتعرض، فأنا افتكرت إن أنا هاشوف حاجة كارثية، أنت فاهمني؟ فاكتشفت إنه لأ، يعني هي بتبقى حاجات يعني يعني هي العلاقة بين المؤلف والمخرج عمومًا، يعني يمكن أنا اشتغلت كتير مع هاني، لإنه أنا حاولت أشتغل مع ناس تانية، ما لقيتش يعني ما لقيتش أو كإني عاوز أخوض رحلة تانية مع مُخرِج تاني، أنت فاهمني؟ لإن دي حاجة صعبة جدًا، إنك تلاقي مُخرِج كويس وأنتم الاتنين متفاهمين، دي حاجة صعبة جدًا، يعني دي حاجة صعبة ومرهقة جدًا. خصوصًا لو أنت أنت من الكُتّاب يعني أو من السيناريستات اللي هو تعريفك
لنفسك من الاول يعني واضح انت بتحب فكره التاليف، اللي هو انت مش حرفجي، انت مش سيناريست بس، انت سيناريست صاحب الموضوع كله، فانت بتشتغل بقلبك. فده بيبقى اصعب في التخلي عنه لرؤية المخرج من الشخص اللي بيبقى داخل يعمل سيناريو عشان يوافق وجهة نظر المخرج اللي بيعمل المشروع. انت مش من النوع ده غالبا، صح؟ بس برضو عملت تجارب تانية فيها الجزء الحرفي بس برضو وانا بعملها برضو بحس ان يعني مثلا ممكن يجي لي تريتمنت، ممكن وانا بكتب الاقي نفسي بغير التريتمنت، يعني بغير الشخصيات، بغير التريتمنت، بودي الموضوع في جونرا تانية. هي دي حاجة انا مش قصدها، تفهمني؟ بس فكرة ان انا يعني انا اتعاملت مع مخرجين تانيين وانا يعني وهاني اتعامل مع سيناريستات تانيين برضو. لا انا ارتاح، يعني انا حاسس ان انا يعني ما ارتحتش زي ما ارتحت مع هاني، انت فاهمني؟ واعتقد انه هاني برضو عنده نفس الاحساس، اعتقد ما بجزمش بيه، لانه في احيانا كتير جدا لما بيكون عنده مشكله يعني بيستشيرني او بيخليني انا في مشروع تاني. فاعتقد ان احنا الاتنين بحكم بقى الذوق، بحكم الوقت، بحكم ان احنا الاتنين طالعين من نفس المدرسه، بحكم ان احنا الاتنين يعني اتخانقنا كتير بما يكفي اتخانقنا خناقات ايجابيه، تفهمني؟ وخناقات كافيه لان انتوا تفهموا نوايا بعض بالظبط، ان هي بالزبط. مش نوايا شريره في المطلق. بالظبط يعني فهي علاقه انا اتمنى ان انا اعملها مع حد تاني يعني، وبعدين اتمنى ان انا اعملها مع مخرج تاني، مع مخرج جديد، مع مخرج له مدرسته. بس هي رحله صعبه في الحقيقه، يعني هي رحله صعبه، ولان مثلا هي فشلت مع مخرجين تانيين، فشلت فشل ذريع مع مخرجين تانيين، يعني بدون ذكر اسماء بس يعني في مثلا وانت عارف انا اقصد ايه انت فاهمني؟ بس يعني في مخرجين تانيين لا يعني ثانيه واحده يعني لا يعني اللي هو لا في لانه المشكله كمان انه يعني انا ببقى كاتب الحاجه وانا مش بتوهم مثلا انها كويسه. يعني انا في نجم كبير بيكون حاببها وقاريها ومراجعها وموافق عليها، وفي منتج تحمس لها عشان ينتجها، وفي ممثلين كتير قروها وحبوا ده. فاللي هو يعني في مش رأيك انت لوحدك، يعني مش رأيي لوحدي، انت فاهمني؟ في ناس كتير حبت ده، بعدين يجي مخرج ياخد العمل في تراك تاني خالص، فالممثلين نفسهم والمنتج يقول اللي احنا قريناه حاجه واحنا شفنا حاجه تانية. فدي حاجه مزعجه جدا يعني طبعا. دي بتبقى حاجه مزعجه جدا يعني. يبقى كل الحب للاستاذ هاني خليفه. استاذ هاني خليفه طبعا يعني طيب انت كنت بتعمل حاجه انا يعني كنت بستغربها قوي وقت يعني في بدايات شغلك في بحبك يا مريم وبحبك يا مريم وفيلم ميوزك. انا كنت قاعد اقرا لك مشهد كنت بتعمل فعلا حاجه في منتهى الغرابه يعني، ولحد دلوقتي انا ما اعرفش انت كنت بتعملها ازاي، اللي هو تكتب مشهد بالنص، يعني اللي هو يخطر لك مشهد انت عارف التتابع بتاع الفيلم في دماغك او كاتبه، بس اللي هو في سيكونس معين في نص التتابع كده، اللي هو مثلا الليله اللي حصل فيها كذا، تقوم كاتبها، كاتب المشهد كله. انت يعني انا بالنسبه لي ما اعرفش اعمل ده ازاي بتكتب مشهد من النص كده. فهل انت عندك يعني ميثود معينه في الكتابه، طريقه معينه، ولا اللي بيخطر على بالك وبعدين تبقى تنظم وترتب؟ وخصوصا ان انت من الناس اللي بتكتب، انت عندك القدره ان انت تكتب نفس المشهد كتير بطرق مختلفه. اوكي. لا انا عايز افاجئك بحاجه تانية خالص غير كده. يعني مثلا تجربه الحساب يجمع، المسلسل بتاع الحساب يجمع، انا كنت بكتب باي لوكيشن
ايوه يعني لو مش بكتب بالحلقه يعني اوريدي احنا بنكتب على انا الهوا. حضرت ده لانه كان وقتها احنا كنا بنكتب الطوفان، فكان بالظبط مع بالظبط في وقت كتابه بالظبط. الطوفان، ففاكر فاحنا مثلا ايه داخلين ومعانا 3 حلقات، وهم بيصوروا في اول يوم تصوير اول مشهد في اول حلقه، لان مفيش حلقات تانية، انت أيوة. فاهمني. فانا كنت بسابق الزمن عشان اكتب الحلقات، انت فاهمني، بالترتيب بالترتيب. بس في نفس الوقت احنا بكره هنفتح لوكيشن معين، ايوه لوكيشن شركه معينه، تمام. فالشركه دي ما معناش فيها من الحلقات المكتوبه في الاربع او خمس مشاهد غير الاربع او خمس حلقات غير مثلا 3 مشاهد، وانا عايز اقفل اليوم. اليوم ده بيعمل كام مشهد؟ 9 مشاهد، انت فاهمني. فانا محتاجه المخرج المنفذ يعني محتاجه اقفل يوم التصوير، فانا اديني 6 عاوزه مشاهد كمان في تديني الشركه. 6 مشاهد في الشركه. فانا الاقي نفسي قاعد بكتب 6 مشاهد كانهم فيلم قصير، يعني انا فاهم الخط ده هيمشي ازاي، انت فاهمني، كانه فيلم قصير لوحده عشان هيتصور بكره، انت فاهمني. وبعدين هبقى احط المشاهد دي جوه السياق اللي بتاع، لدرجه انه استاذ خالد مرعي المونتير لما كان بيمنتج المسلسل هو ما كانش معاه الحلقه، ما كانش معاه الورق، فهو كان بيتفاجئ بالمشاهد وهي جايه له وبيركبها. فبيقول انا كل شويه ابص على الحلقه كاني بشوفها لاول مره بعد ما 3 مشاهد اتحطوا في الحلقه، انت فاهمني. اللي هو يعني كانه في حاجه عجيبه بتحصل. طبعا دي تجربه ليها علاقه بالضغط بتاعت الوقت والانتاج الرمضاني وكده. بس انا عموما يعني النقطه اللي انت بتتكلم فيها انا عملتها اكتر في فيلم الميوزيكال بالتحديد. يعني كان الفيلم الميوزيكال تحديدا انا كتبت حاجه من النص كده. بس هو انا بالنسبه لي انت مشحون بالموضوع ده ولا لا؟ انت مشحون بيه ومسيطر عليك، انت فاهمني. يعني بتنام وتصحى تحلم بيه. يعني انا ساعات بنام انا بحلم بالمشاهد وبقوم افتكر حاجه حلمت بيها فراح كاتبها، انت فاهمني. وانت قاعد انت عارف الفيلم شكله عامل ازاي. هو انا اللي هو في بعض الاعمال، يعني ده حصل في الفيلم ده، حصل في رحله 404 اللي هو كان القاهره مكه، حصل في السينما تحديدا. يعني لان السينما وفي الليله واللي فيها برضو، يعني كل ما الحاجات بتكون اقصر ومبنيه في دماغك بشكل كامل كده، فبتلاقي نفسك يعني وانت مشحون بيها، فبتلاقي نفسك بتحلم بالمشاهد او بيجيلك وحي كده، انت فاهمني. فاللي هو انت مش عايز تفقده، يعني انت فاهمني. يعني انا افتكر مثلا برضو في الليله واللي فيها نهايه المسلسل تقريبا انا كتبتها قبل ما اكتب الحلقه الخامسه. يعني سيكونس النهايه اللي هو القفزه الزمنيه اللي هي بعد بعد الليله، في قفزه بعد الليله اللي هي بعد ما فات كام سنه والاخ وهي بتشوف سلفتها ومش عارف ايه. ده تقريبا انا كتبته قبل ما اكتب الحلقه الخامسه. يعني انا كان في دماغي او كتبت افكاره او كتبت، وبعدين لما جيت كتبت الحلقه السادسه ظبطت فيه شويه. بس هي يعني هي بتبقى انت الى اي مدى الموضوع مسيطر عليك، فانت هي جت كده، انت فاهمني. واعتقد دي حاجه برضو انا اتعلمتها من استاذ داوود. يعني استاذ داوود برضو يعني اللي هو كان يقول لي دايما ساعه الشغل ما تتعوضش، انت فاهمني. اللي هي يعني ايه، هي بتيجي كده يعني، فلازم تكتبها يعني. بس انت مش من النوع اللي عندك روتين ثابت للشغل، يعني انت بتشتغل وقت ما بيبقى الشغل في دماغك. لا، ما انا لما مثلا بيكون عندي رمضان، لا ده غير يعني غير ان انت تبقى مضطر ان انت مضطر ان انا تشتغل. اشتغل. روتين تقصد انه مواعيد للشغل. يعني بحاول اعملها، يعني بحاول اعملها في فترات، عارف يعني. هي حاجه كده عامله زي العلاج النفسي، عارف اللي هو يعني ايه. اجي مثلا شهر زي مثلا تبطيل السجاير، زي الجيم، انت فاهمني. الجيم مثلا اروح 3 شهور وبعدين بقيت السنه ما اروحش. فاللي هو ايه، بيجي لي اوقات كده اللي هو انا هقوم من النوم الصبح هشتغل الساعه 12 هرتاح الساعه 4 هرجع تاني. حصلت لي في اوقات معينه بس بترجع تبوظ بعد شويه. يعني يمكن كانت حصلت لي اكتر في ايام الكورونا.
لان احنا كنا قاعدين في البيت انت متحكم في الوقت 100%. انت فاهمني، يعني يمكن وقت الكورونا اكتر وقت انا، وهو ده الوقت انا كتبت فيه ليلة واللي فيها على فكره، يعني ده الوقت اللي انا كتبت فيه ليلة واللي فيها. فطبعا الروتين مهم جدا، بس بحاول ان انا اروح له. يعني في حاجه في كتابه السيناريوهات يعني او في التأليف بالنسبه لك بتبقى تقيله، وبالذات طبعا يعني لازم نفرق هنا ما بين يعني انت بيبقى عندك شغف كبير بالحاجه اللي طالعه من عندك، وفي مقابل الحاجات اللي ممكن تطلب منك لشغل. يعني عندنا المسلسل الفلاني سواء بقى المعالجة موجودة أو كده، وانت يا محمد هتقوم بالدور الفلاني، ففي النوع ده المطلوب منك أوكي. هل بيبقى في مرحلة من مراحل الكتابة مقلقة بالنسبة لك أو موترك؟ هي المشكلة بتاعت النوع ده من الكتابة، هو إنه أنا مش حُر. يعني أنا مش حُر في الكتابة، أنا باكتب وعندي فريق الإخراج وفريق الإنتاج معايا، أنت فاهمني؟ يعني على راسي، يعني عندهم طلبات، ما ينفعش الحلقة تبقى طويلة، ما ينفعش عايزين نقلب المشهد ده من نهار لليل، يعني بتحس إن أنت مطالب إن أنت تكون سيناريست محترف، وفي نفس الوقت بتراعي ظروف أقسام تانية غير شغلك انت غير انت كمؤلف، يعني انت فاهمني. ده مثلا ما كانش موجود في الاول اللي فيها، ده ما كانش موجود في يعني رحله 404 له سكه تانية، لانه كان في طلبات بقى من الرقابه ومن الانتاج، يعني ده موضوع تاني. بس انا بتكلم على الحاجات اللي هي اي ضغط وقت. يعني هو فكره الشغلانه بتاعتنا مع ضغط الوقت موتره، بس يعني المحترف بيعرف يطلع بنتيجه كويسه. بس يعني اكيد كلنا ما نفضلش ان احنا نشتغل في الظروف دي. ومشكله كمان ان انا يعني اتحطيت في الظروف دي حتى في اعمال كنت مخلصها. يعني انا ممكن اكون مخلص اعمال، هي دي طبيعه الشغل، يعني طبيعه السيستم، انه ساعات تكون مخلص عمل وما يخش برضو يتنفذ، برضو الانتاج والاخراج بيكون عليهم طلبات في الحاجات اللي انا خلصتها ورجعتها. فالاقي نفسي مضطر اشيل مشاهد، اختصر مشاهد، اقلب الليل نهار، اشيل ممثل من مشهد، في ممثلين عندهم مشاكل، في مخرج مش قادر يصور بعدد مشاهد في اليوم، ففي بس دي بتبقى بتتغير. دي مفهومه اللي هو ايه، ظروف انتاجيه بيحاولوا يطبقوها. بس هو اسوأ حاجه فعلا ان انت بتبقى بتكتب وهو بيصور وهو بينتج، فاللي هو انت يعني مش يعني لا انت عارف تركز في البنى بقى بتاع الاحداث والشخصيات، والشخصيات دي بتتطور ازاي وبتاع، مش عارف تركز في ده لان انت مهتم بان انا عايز الحق اللوكيشن الفلاني وعايز الحق. والله هي ساعات هي رغم انها مقلقه، بس انا في مقلقه وقاتله، انت فاهمني. يعني هي مش مقلقه بس، يعني لدرجه ان انا يعني مثلا في مسلسل حساب يجمع تقريبا احنا بنصور لحد يوم 29 رمضان، انا مخلص يوم 29 الصبح، انت فاهمني. فاللي هو ما بداتش احس ان انا قدام عمل كامل غير يوم 30 رمضان لما الحلقه الاخيره اتعرضت، انت فاهمني. بس رغم كده بعد ما العمل بيخلص واشوف الفيدباك واحس ان العمل طلع كويس، يعني انا حساب يجمع مثلا تحديدا حساب يجمع هو من احسن الاعمال اللي انا بحبها على فكره. يعني من احسن الاعمال اللي بحبها بعد ما فات سنين على يعني اكتر من فوق مستوى الشبهات. انا بحبه اكتر من فوق مستوى الشبهات. انا بالنسبه لي المسلسل ده كان مصري قوي وحقيقي قوي وجديد وكلاسيكي. يعني هو كلاسيكي شبه المسلسلات القديمه، وفي نفس الوقت جديد، وفي شخصيات كتير، اكتر مسلسل فيه خطوط انا كتبتها، يعني في خطوط كتير جدا، فاهمني. ف لما خلص المسلسل والله بعد رحله طويله من الارهاق ومن التعب وبتاع، حسيت ان ده نوع من البطوله بجد. يعني اللي هو بطوله مش مني انا بس، مني ومن كل، من هاني ومن شركه الانتاج ومن الناس اللي عرفت انها تطلع المستوى ده في الظروف دي. فما بالك لو كان معانا بقى الظروف الكويسه، تفهمني، عشان نطلع عمل كويس يعني، او عمل في ظروف طبيعيه، في ظروف انتاجيه طبيعيه يعني. هو كان الحساب يجمع برضو ما كانش قصتك، ما كانش قصتي، لا. زي فوق مستوى الشبهات. اوكي هي يعني ده جزء يمكن ملتبس شويه بالنسبه
للي بيتابعوا الشغلانه من بره يعني اللي هو ساعات حتى ممكن نقرا على التترات تأليف فلان وسيناريو وحوار فلان وفلان 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 والهيصه دي اللي هو مساله انه في مشروع بالفعل بس في مشكله لاي سبب، فبنجيب كاتب تاني على نفس المشروع يعمل له بقى دوكترينج يظبطه او يعيد تخليقه بشكل مختلف. انت عملت ده كذا مره. عملته كذا مره مع هاني خليفه. في كل المرات كان هاني كل المرات فوق مستوى شبهات هاني فوق عملتها فوق مستوى شبهات والحساب يجمع وظلم المصطبه يعني. هل حاسس انه يعني هي اكيد ممكن تكون بتعمل حساسيات، ممكن تكون بتعمل مشاكل؟ اكيد بتعمل حساسيات. يمكن لما كنت صغير شويه ما كنتش عارف يعني البروتوكول فاهمني او الطريقه اللي بتتعامل بيها الموضوع ده، فكنت بعتمد على شركه الانتاج. يعني اللي هو فكره انا ما اعرفش المؤلفين، ما اعرفهمش تفهمني. يعني مثلا الكلام ده كان ممكن يحصل لو احنا اصحاب مثلا او حد من اصحابي، هيبقى في كلام بينا وبين بعض على اساس انه طب نشتغل مع بعض، طب نعمل ورشه. يعني هم لو جايين لك بمشروع مثلا وائل هو اللي بدأه فاحنا نعرف بعض فانت هتكلمني بالظبط، هكلمك اهو نشتغل مع بعض. انت فاهمني، هنقعد نشتغل مع بعض لان احنا عارفين دماغ بعض وعارفين. بس اللي حصل ان انا كان في مثلا في مستوى الشباب كنت قاري 4 حلقات وكان في يعني انا مش عايز اجيب سيره، يعني مش عايز اعمل مشاكل تاني. لا ما هو بس يعني اللي هو يعني احنا فعلا بنتكلم في ده عشان المفروض الحاجات دي يبقى لها قانون، يبقى لها طريقه. انت فاهمني، هو المفروض كانت شركه الانتاج يعني تبقى واضحه. حصل انه شركه الانتاج هي ما كانتش واضحه لان هي ما كانتش برضو فاهمه ايه اللي هيحصل. انت فاهمني، يعني احنا كاننا يعني انا كنت هم كانوا طلبوني عشان اكتب الحوار بس انا لما بدات اكتب من الحلقه الاولى اكتشفت ان الموضوع مش حوار بس، انا بعمل الحوار. هم متخيلين ان المشكله في الحوار بس بالظبط. فانت لما فتحت لقيت المشكله مش الحوار. المشكله عشان اكتب حوار لازم اصدق الشخصيات، لازم اصدق القصه، لازم اصدق البنى بتاع الحاجه. ما انا مش هكتب حوار على مشهد انا مش مصدقه، هكتبه ازاي؟ انت فاهمني. فلقيت نفسي بعمل تعديل في بنى الحلقه وفي بنى الشخصيات وفي الهيستوري بتاع الشخصيات. فاللي هو فكاني كنت بعمل هو تجربه فوق مستوى. وبالمناسبه يعني بس للتوضيح، هو لو العكس حصل ممكن يبقى كده برضه. يعني المساله هنا مش لانه اللي كان موجود وحش في المطلق، لا هو اللي موجود مش ماشي مع دماغ المخرج. بالظبط. ولما دخلت كاتب تاني محتاج ياخد العالم ده لنفسه ويتبناه عشان يعرف يحل المخرج مشاكله. فاللي هي المسألة، فاللي هو لو كان العكس، لو انت اللي كنت بادئ وهاني مش عاجبه وجاب حد تاني حد التاني كان هيعمل نفس البروسيس غالبا. بالظبط. صح. يعني اعتقد انه التجربه الاخيره بتاعت ظلم المصطبه دي هي اللي كان فيها الموضوع اهدى شويه، كانش فيه صراع لانه الشركه حلت الموضوع ده من الاول. انا قلت لهم من البدايه انا مش هكتب حرف في المسلسل غير لما المؤلف في الاول يبقى فيه اتفاق معاه او عقد جديد معاه ان هو صاحب المعالجه، يعني صاحب القصه والمعالجه. لو احمد فوزي صالح يبقى هو صاحب القصه والمعالجه وانا السيناريو الحوار. تفهمني. فاحنا يعني دي بقى مع الوقت، يعني دي بتيجي مع السن، يعني انه انا مش هبدا اشتغل غير لما يكون في اتفاق مع المؤلف الاصلي يعني. طيب انت تقريبا الوحيد اللي اقنعتني في وقت من الاوقات ان انا اكتب معاك حاجه احنا مش متفقين عليها مع اي شركه ولا اي مخرج ولا اوكي. فاكر لسه بدري. اوكي كان سيت كوم. لسه بدري بالظبط. فكرنا في الفكره بتاعته وبعدين انت قلت لي تعالى نكتب حلقتين. اوكي. اللي هو حلقتين من ايه؟ انت كنت مصمم انه نكتب واحنا لسه مش متفقين مع حد وبتاع وقعدوا معانا الحلقتين دول يمكن سنه ونص سنتين مثلا لحد ما بقى في فرصه. والله اكتر من كده كمان. لان احنا كتبناهم قبل الباب في الباب مثلا. كتبناهم قبل ما نبدا في الباب في الباب قبل 2010 كمان. اتعملوا اخر 2012 كده واتعملوا بعد تجربه الباب في الباب بقى ما نجحت وكده.
انت ما عندكش مانع ان انت طالما الحاجه عجباك هتقعد تكتبها وبعدين نبقى نشوف. اذا بس ده برضو كان زمان شويه يعني، برضو ده ما بقاش عندي قوي مسؤوليات دلوقتي. الحياه. مش مسؤوليه الحياه بس هو يعني فقدان الامل انت فاهمني في انه الحاجه يعني مثلا ايه يعني اقول لك على ايه. انا مثلا الفيلم القاهره مكه رحله 404 كتبته سنه 2011 طبعا ومضيته سنه 2011 مع احمد حلمي والمنى خلصت زكي. اول درافت يمكن وخلصت 2013 وكان هاني خليفه المخرج، يعني انا معايا هاني خليفه المخرج، منى زكي البطله، احمد حلمي المنتج انت فاهمني، والسكريبت والسيناريو خلصان. مكتوب وخلصان والناس كلها عاجباه. ما بيتعملش ليه انت فاهمني؟ يعني ما بيتعملش ليه نقعد عليه علشان بنحضره بنجيب ممثلين وبيقروه وخلاص داخلين نصور فيقف. اخد عليه جائزة ساويرس. منى زكي يحصل لها بعض التطورات في حياتها فنوقف الفيلم. يخشوا يعملوا اعمال تانية لدرجة اني ما بقتش فاهم يعني ايه هي المشكلة اللي معطلة ده. مش فكرة فقدان امل، بس اللي هو فكرة انه التجارب القاسية اللي من النوع ده في الحاجات بتاعتك انت فاهمني بتخليك تحس انه يعني طب ما بلاش اكملها واكتب جزء فيها او اكتب تريتمنت او اكتب حاجه صغيره منها لحد ما تتحرك فابدا اكملها في وقتها. ما هو برضو القاهره مكه رحله 404 عشان فات عليه وقت، فانا كل وقت كل سنتين 3 برجع له. 2011 2012 ده ما كانش فيه واتساب مثلا يعني كان في BBM كنت كاتب BBM اصلا يعني. فاللي هو طول الوقت في حاجات بتتطور، في حاجات بتتغير، انت نفسك بتتغير، يعني انت نفسك يعني أنا لو جيت فتحت مثلا بحب كمالين دلوقتي اللي كتبته سنة 2007 انا مش هحبه، متأكد اني مش هحبه، او على الاقل هتبقى شايفه دلوقتي حاجة تانية بالظبط يعني هبقى عايز اكتبه نقوله جديد يعني. فاللي هو طب اعمل كده ليه انت فاهمني طالما الموضوع بياخد وقت طويل. واحيانا انت بتكتب الحاجه، يعني انا مثلا ازاي كتبت فوق مستوى الشبهات لما قريت للدكتور مدحت العدل نص الشعب اسمه محمد اللي هو التريتمنت واول حلقتين. فاللي هو هو لسه معمول السنه دي فهو كان معجب بيه جدا وكان عايز يعمله وبتاع، عايز يجيب فيه يسرى ويكون معاه حد تاني. بس هم كانوا شايفين كشركه انتاج ان هم عاوزين يعملوا كامباك ليسرى بشكل مختلف غير اللي كان موجود في نص الشعب اسمه محمد. فلما عطلوا في نص الشعب اسمه محمد كلموني بناء على اللي قروه في نص الشعب اسمه محمد انت فاهمني. فطبعا انا نص الشعب اسمه محمد مخلصه من سنين برضو انت فاهمني. فهي دي الحاجه المرهقه شويه. هي مرهقه لانه بنبقى مع طول المده غير التغييرات اللي المفروض تتعمل في السكريبت عشان يبقى ابديتد وكده، مع طول المده ونزول بقى العمل تنفيذه ونزوله والفيدباك بتاع، تحس اللي هو يعني انا كنت مستني 10 سنين عشان يعني اللحظه دي اوكي ماشي يعني ايوه بالظبط يعني حتى احساسك يعني انا مثلا لما يعني النجاح ده والفيدباك ده وكده لو ما جاش في وقته كان هيبقى حاجه كان له تانية معنى بالظبط. كبير. يعني انا برضو حقيقه انت بتفكرني بيوم العرض الخاص بتاع الفيلم. انا رايح والله تمام انت فاهمني، بس اكيد انا ما كانش هيبقى ده رد فعلي لو كانت عامل سنه 2013 مثلا انت فاهمني. ف يعني لانه احنا غصب عننا احنا بنقعد نتصور اللحظات يعني احنا بنكتب بالظبط بنبقى جزء من احلام اليقظه بتاعتنا في اثناء الشغل انه الحته دي بقى لما هتتنفذ وبعدين رد الفعل عليها هيبقى عامل ازاي. انت بتعيش اللحظه فعلا كذا مره فلما تعيشها على 10 سنين بالظبط هي بتبقى حاجه ممتعه وقت الكتابه لان انت بتبقى شايف ده، بس هي بتبقى حاجه محبطه جدا بعد الكتابه. يعني مثلا بحب كمان كنت مبسوط جدا وانا بكتبه، قعدت مثلا 8 سنين بحاول يتعامل مع استاذ داوود لحد ما وصلت في لحظه كده انه ده مش هيتعمل انت فاهمني. يعني الفيلم ده مش هيتعمل مش في خطه استاذ داوود انه يعمله، ما اقدرش اعمله مع مخرج تاني انت فاهمني. فقررت ان ده كان بس هو في وقت من الاوقات كان قال لك انه يعني طول الوقت على فكره هو طول الوقت كان في وكان في كلام اصلا احنا هنعمله يعني كان في كلام طول الوقت ان احنا هنخش نعمله. بس يعني استاذ داوود نفسه بيعمل الفيلم بتاعه كل مثلا 5-7 سنين. فكان عندي احساس ان احنا مش هنعمل الفيلم، فاعتبرته ان هو كانت تجربه كتابه. يمكن اوصل تاني للمرحله بتاعه الكتابه اللي هي
انا ابقى بكتب زي ما انا عاوز بقى يعني انا حقيقي محتاج يبقى عندي وقت كده اقول انا مش عايز اشتغل في السوق تاني، فاهمني؟ يعني انا مش عايز اكمل في السوق، عايز اقعد اكتب الحاجه اللي انا عايز اكتبها. منهك، انت فاهمني؟ احيانا بيجي لي الاحساس ده. طبعا يعني انت بتبقى عايز تعمل ده، وبعدين بتلاقي عرض او بتلاقي فكره كويسه. ودايما العروض بيبقى فيها حاجه كده بتزغزغك، يعني اللي هو ممثل نفسك تشتغل معاه، بالظبط الحدوته فيها شبه حدوته انت كان نفسك تعملها، فبتوافق بالظبط بوافق او بتحمس. يعني انا برضو على فكره انا ما بعرفش اشتغل او مزنوق في فلوس يعني عادي. ما طبعا بس انا برضو يعني ارجع اقول لك انا ما بعرفش اشتغل غير على حاجه اكون حاببها جدا. وجربت اعمل مره عشان كنت مزنوق في فلوس حاجه، جربت اعمل حاجه يعني عايز اقول لك ان دي ما بحبش افتكرها. يعني انت فاهمني؟ ما بحبش مش في الفيلموجرافيا بتاعتك. لا هي موجوده للاسف. انا لا نفسي بس قصدي اقول لو تتمنى انها يعني ما احبش انها تبقى موجوده، لانه انا اعتذرت عنها كمان. يعني انا ما كملتهاش وحقيقي يعني كان الجحيم. انت فاهمني؟ يعني ده كان الجحيم يعني. ففكره انه انا ما بعرفش اشتغل اصلا في حاجه غير اذا انا اكون يعني بحبها جدا يعني ما بتحسش انه، لان انا الاحساس ده بيجي انه، وده بسبب مثلا كلامك عن بحب كمارين، ما بتحسش انه زمان كنت فريش اكتر؟ اللي هو حتى لو ساذجه الحاجات، حتى لو دلوقتي بصيت عليها بعين الخبره يعني وحسيت ان فيها يعني ايه الهبل ده، لا والمشهد ده ما ينفعش يتكتب كده وبتاع، بس الباشن بتاع الكتابه في حاجه كده بتلمع كده. بص هو ده بيحصل احيانا وليها سببين يعني. تمام. السبب الاولاني احنا بننضج. انت فاهمني؟ يعني النضج عموما بيخليك يعني ايه وانت صغير عموما بتبقى اللي هو حاسس انك هتملك الدنيا دي كلها وهتعرف يعني مثلا كان عندي حلم ان انا اعمل فيلم ميوزيكال. انت فاهمني؟ وكنت مستسهله في الحقيقه. فلما بدات اشتغل ولقيت انه صعب اصلا يعملوا الافلام العاديه والحاجات العاديه. اذا كان العادي اللي هو كنبه واتنين ممثلين صعب. انت فاهمني؟ ما بالك لو هعمل فيلم ميوزيكال. فانت مع الوقت كده بتحس انه لا انت بتعقل شويه. انت فاهمني؟ يعني والعقل ده ضد الباشن على فكره. يعني انا دايما شايف ان الباشن حاجه ضد العقل. يعني الباشن ده هو احساس، هو حاجه انت يعني شيء عشوائي بتحس بيها يعني. فانت فاهمني؟ فدي حاجه. والحاجه التانية انه برضو الزمن اللي احنا فيه بحس ان احنا كل ما بنبعد شويه عن التسعينات وكل ما بنروح لقدام الظلمات الدنيا بتضلم فعلا. بتضلم من كل حاجه على فكره. يعني مثلا اللي انا كنت بحس بامان شويه لما كنت بحس انه في حد زي وحيد حامد موجود، في حد زي بشير الديك موجود. انت فاهمني؟ في حد زي استاذ داود بيشتغل طول الوقت وبيطلع يعني بيطلع شغل. انت فاهمني؟ في نجوم كبار زي احمد زكي ونور الشريف ونبيل عبيد وعبد عبد العزيز. انت فاهمني؟ كان في بحس ان انا كل ما ببعد عن كل ما بنبعد عن الناس اللي كانت الى حد ما شغاله باصول الشغلانه. انت فاهمني؟ يعني بقى في دلوقتي حاجات جديده. يعني بقى في حاجه تانية انت لازم يعني انا مثلا شايف انه تأثير السوشيال ميديا، تأثير الفيديوهات القصيرة اللي بيعملها البلوجرز أقوى من تأثير الأفلام. أنت فاهمني؟ يعني بقى في حاجة، بقى في عالم جديد. أنت فاهمني؟ بقى في شيء مختلف عن الشيء التقليدي الكلاسيكي اللي احنا اتربينا عليه واشتغلنا فيه. أنت فاهمني؟ فدي حاجة برضو بتخليك تفقد مش فكرة شغفك بالشغلانة، تحس إنه في باب تاني. يعني في حاجة تانية. العالم وسع أكتر عن الحتة اللي أنت كنت بتفكر فيها. أنت فاهمني؟ قيمة الفيلم دلوقتي ما بقتش زي زمان. قيمة الفيلم يعني قبل كده لما كان الفيلم بينزل فيلم عادل إمام مثلا أو فيلم نادي الجندي. أنت فاهمني؟ أو فيلم كذا، كان الفيلم له قيمة.
كان له قيمه لما حدث بينزل الاعلان يعني وله قيمه لما بينزل في السينما، له قيمه لما بينزل على شريط الفيديو، انت فاهمني. دلوقتي الفيلم ملوش قيمه، يعني دلوقتي الفيلم ملوش القيمه القديمه، انت فاهمني. له قيمه من نوع تاني، انت فاهمني، لانه بعد شويه بتلاقيه على المنصات. ممكن الناس بتنسى بسرعه، الانتاج بقى كتير، بقى بيستهلك بسرعه، وبقى في حاجه كده، وبقى في حاجات اكتر من كده. يعني ممكن دلوقتي تعمل مسلسل والناس تحكم على المسلسل من غير ما تشوفه. هي بتشوف المقاطع اللي بتنزل من المسلسل على التيك توك وعلى السوشيال ميديا عموما، انت فاهمني. خلاص، فهي مش عايزه تشوف المسلسل، انت فاهمني. فقيمه المسلسل اصلا ما بقتش موجوده. قيمه المسلسل بقت في اللقطات اللي مقطوعه من المسلسل، انت فاهمني. فانت بتحكم على فاوريدي، يعني مش فكره ان انا فقدت الاحساس بتاع الشغلانه او الكتابه، هو فكره انه انا لازم اتصالح مع العالم الجديد ده، انت فاهمني. فاكيد انت مش زي زمان، لانه الزمن دلوقتي مش زي زمان. يعني مش زي الزمن اللي احنا بدأنا نشتغل فيه يعني. فاهم. طب ما بتفكرش على سيرة يعني الحاجات اللي بتنزل على البلاتفورم ما فكرتش انه حاجة زي بحبك يا مريم مثلا تعمله ميني سيريز؟ لا، هي طريقة البنى نفسها هو دي حاجة ودي حاجة. لا، انا اعمل فيديوهات قصيرة في حاجات تانية. لا ما انا يعني سيبك من الفيديوهات القصيرة، انا بكلم انه يتعمل مثلا مسلسل 4 حلقات. ايوه، طب ما احنا بنعمل المسلسلات ال4 حلقات ما هي دي. بتكلم على بحبك يا مريم تحديدا. اوكي. يعني خلاص انت اعتبرت ان هو ادى غرضه في الحياة وقافل عليه؟ هو ولا ممكن تزوره تاني برؤية بص، مختلفة؟ انا مثلا كنت فكرت اعمل ده في وقت لما كان القاهرة مكة متعثر قوي. كنت بفكر اعمله كده، انت فاهمني. كنت بفكر اعمله كده. فكرت تعمل القاهرة مكة. فكرت ايام الكورونا اعمله مسلسل 10 حلقات، كل حلقة 10 دقايق. فكرت في كده 10 دقايق. وكان في مسلسلات يعني في اوريدي دلوقتي مسلسلات بتتعمل 10 دقايق على اليوتيوب. وفكرت في وقت اعمل كده يعني. وكان مطلوب مني على فكرة من شركة انتاج ان احنا نعمل مسلسل 10 حلقات 10 دقايق، وكتبت منه التريتمنت وكتبت منه كذا حلقة. فحسيت بالايقاع ده. بس جيت بعد كده قلت ده الفيلم بتاعي، الفيلم اللي اتكتب كده، اللي لو جزأته او لو كتبته بطريقة تانية هيبقى حاجة تانية، انت فاهمني. هو فكرة انه ايه يعني، فكرة انه الكوباية كوباية والازازة ازازة والكاس كاس انت فاهمني. يعني كل حاجة ليها طبيعتها. ففكرة انه لا، لو انا هعمل او عايز اخش موضوع الفيديوهات القصيرة او الميني سيريز او الحاجات لا، هبدأ افكر بالطريقة دي. بس هل برضو ده زي مش فود بلوجر اي بلوجر، انت فاهمني، بينزل يعمل اي حاجه بيبقى مؤثر اكتر، انت فاهمني. يعني احيانا كمان في الكتابه. انا مختلف معاك شويه في الحته دي، لانه يعني انا فاهم قصدك انه بيبقى مؤثر في اللحظه دي، يعني لحظه ما بينزل الفيديو الجديد بتاعه ولا التيك توكايه بتاعته، هوب بيبقى بكره مثلا عامل 6 مليون مشاهده. بس هو كمان بيتنسي اسرع. بس هو عنده تراكمات كتير جدا، هو بيفضل موجود في ده. انت لما تيجي تشوفه بعد 20 سنه كشخص، ما انا فاهم. بس هو شخص والمحتوى اللي بيقدمه لما هتشوفه بعد 20 سنه هتشوفه از باكج على بعضه، تمام. الفيلم بيقعد والذاكره بتاعته موجوده. بس احنا دلوقتي ذاكرتنا بقت قصيره جدا. الذاكره بتاعتنا اصلا بقت قصيره. فاللي بيقعد من المسلسل، يعني هقول لك مثلا افتكر من اهم المسلسلات اللي اتعملت مثلا في السنين يعني هات مثلا بدون ذكر اسماء مثلا كمسلسل مهم. اوكي، هتفتكر مشاهد، يعني ومشاهد اتقطعت واتكررت، انت فاهمني. فمش هتفتكر المسلسل كله على بعض. مش هتفتكر بنى المسلسل ولا الحالة بتاعته. هتفتكر مشهد الكفار، تصوير الكفار بس، انت فاهمني. هتفتكر حاجات المعلمة قوي اللي قطعوها وكرروها على السوشيال ميديا. فهل انت هتتخيل ان ده ممكن يكون مؤثر اكتر من الفيلم نفسه؟
يعني او بيتعاد كتير، او ناس بتتفرج او ناس بتحكم ما شافتش الفيلم بس بتحكم على الفيلم من ده. في ناس بتحكم على الافلام وهي ما شافتهاش اصلا. انت فاهمني؟ دي حاجه مزعجه. يعني لو برضه هرجع تاني فكره ان عندك الباشن ولا لا. انا مؤمن انه الفن فن والكتابه كتابه والفيلم فيلم، وان انا عايز اعمل فيلم. بس ايام احنا زمان لما كنا بنفكر في السينما وبنفكر في كان المتلقي والعالم كان غير العالم بتاع دلوقتي. غير العالم اللي هيكون بعد 10 سنين على فكره. يعني بعد 10 سنين بقول لك احنا ممكن نقعد نعمل الافلام على الكمبيوتر. ممكن، انا متخيل ان ده ممكن يحصل على فكره، انه انت كمؤلف مؤمن بالقوه بتاعه الاي اي، لانه في حاجات بتحصل دلوقتي ما كناش نتخيلها من 10 او 20 سنه فاتوا. ممكن بعد 10 سنين او 20 سنه انت يبقى عندك فكره وتقعد تعمل الفيلم بابطالك بالمزيكا بالديكور بكل حاجه وانت قاعد في البيت. انت فاهمني؟ ممكن يعني ساعتها مش هتحتاج مخرج، ساعتها مش هتحتاج مخرج، واحنا بقى اللي هنتنطط على المخرجين. يعني انا اتمنى ان احنا نوصل للمرحله دي. اوكي طيب اخر سؤال. لو انت بعيدا عن المادة يعني متوسط دخلك ثابت بس بتشتغل شغلانة تانية غير بقى التأليف، غير التأليف ولا غير الفن أصلا؟ يعني مبدئيا غير التأليف، احنا غير مؤلفين. اوكي، انا احب المونتاج. يعني يا راجل انا بحب المونتاج جدا. يعني انا كنت احب ابقى مونتير. انت فاهمني؟ عندك طاقة وصبر. انا بحب لانه برضو المونتاج هو تأليف. وبرضو انت قاعد لوحدك او قاعد مع ناس قليلة. انت فاهمني؟ والمونتاج بحس ان هو يعني المونتاج حاجة مهمة جدا. يعني المونتاج كأنك فعلا بتألف الفيلم اللي انت قريته واللي اتصور. تفهمني؟ وبيغير بس ده حلم مش صعب. حلم مش صعب. حلم مش صعب. يعني انت لو هو مسألة يعني لو انت مش عندك صعب. مش صعب. يعني دايما طول الوقت اقول كده انه لو زهقت بقى وممكن، بس هبقى برضو يعني فكرة افرض جالك عمل وحش. انت فاهمني؟ يعني هتمنتج فيه ايه؟ انت فاهمني؟ ما برضو انا مثلا تتصرف بقى. انا بروح مكاتب المونتاج مثلا فلاقي مثلا مسلسل عظيم جدا مثلا بيتمنتج هنا وفي جنبيه مسلسل، يعني انت فاهمني؟ يعني يا حرام بيصعب عليا الموظفين بقى اللي قاعدين هنا. انت فاهمني؟ المونترين اللي قاعدين هنا كله بقى حاجه واحده يعني. او بقى لو بره خالص ده احب اشتغل في اي حاجه فيها سفر في المطار. انت فاهمني؟ يعني يبقى عندي مكان بيقدم قهوه. انت فاهمني؟ في المطار. انا قاعد كده في المطار شايف الناس اللي رايحه وجايه من السفر يعني. او ابقى مضيف، ابقى على طياره يعني، ابقى في حاجه فيها سفر يعني. انت فاهمني؟ اوكي تمام. انا مبسوط جدا بالقعده دي جدا جدا. انا مش مصدق ان احنا خلصنا يعني. انت عارف بسرعه جدا. السيناريست والمؤلف والمونتير، ربنا يكرمك. ان شاء الله يعني. شكرا. ونبدا نخرج على الاي اي. انت فاهمني يعني. ان شاء الله يعني. شكرا. شكرا.